كان حمزة شاب عادي عايش في واحد الحي شعبي في المدينة القديمة. ولكن هاد الحي كان فيه سر كبير. واحد الدار مهجورة معروفة بين الناس بالدار السكون، ماشي غير مهجورة ولكن مرعبة للدرجة أن حتى الكبار ما كيقربوش ليها. كيحكيو أن الدار كانت ديال واحد الراجل غني زمان، ولكن فجأة اختفى هو وعائلته بلا حتى أثر. ومن داك النهار ولات الدار كتخرج منها أصوات غريبة في الليل، همسات، بكاء وضحك ماشي ديال البشر. حمزة كان ديما كيشوف هاد الهضرة غير خرافات، كيقول غير قصص باش ما يخوفوناش، ما والو، ما كاين حتى حاجة من هادشي. ولكن واحد الليلة هو جالس مع صحابه بداو كيهضروا على هذيك الدار. واحد منهم قال: إلا كنتي راجل بصح دخل ليها بوحدك في الليل. حمزة ضحك وقال: ندخل ونخرج عادي ونصور لكم كل شيء. دار معهم التحدي، وهذا التحدي كان صعيب ولكن حمزة وافق بلا ما يعرف شنو كيتسناه. جا الليل، الحي ساكت والريح كتصفر بين الزناقي. حمزة واقف قدام الدار، قلبه كيدق ولكن عقله كيقول ليه راه غير الخوف. حل الباب والدار واحد الصوت كيخلع. دخل بشوية والتليفون ديالو كينور ليه الطريق. الدار من الداخل كانت مهجورة بزاف، غبرة، الحيطان مشققة وتصاور قديمة معلقة. ولكن الغريب بعض التصاور كانوا كيبانوا كيتبدلوا له كل مرة كيشوفه في شكل. طلع الدروج وكل خطوة كيتردد الصدى ديالها. الفوق كان واحد الكوريدور طويل والبيبان مسدودين، وفجأة سمع واحد الصوت خافت: حمزة، حمزة. وقف فجأة، قال في خاطره: شكون هذا؟ ما جا حتى جواب، غير السكون وثقيل. كمل ومشى حتى وصل واحد الغرفة محلولة. دخل ولقى واحد المرآة كبيرة قديمة. قرب ليها وشاف صورته، ولكن كان كيبان شاحب وعينيه غارقين. فجأة هذيك الصورة تحركت بوحدها وهو باقي واقف. رجع اللور مفزوع، وقبل ما يخرج الباب تسد بوحده بواحد القوة. الظلام في هذيك البلاصة فاش كاين، والتليفون طفالو وبدا كيسمع الأصوات والخطوات ديال الرجلين. شي حد كيدور في الغرفة ولكن ما باين حتى حد. الصوت رجع: علاش جيتي؟ هاد المرة الصوت كان قريب بزاف حدا ودنو. حمزة بدا كيتنفس بسرعة وقال: شكون انت؟ خرج تبان. جواب كان غير الضحكة، واحد الضحكة طويلة وباردة. وفجأة هذيك المراية تهرسات، ومن داخلها خرجت يد سوداء وطويلة. شدته من كتافه وبدا كيغوت وحاول باش يهرب، ولكن الأرض بدات كتبان بحال إلا كتغرقو، بحال إلا داخل في شي عالم آخر. شاف راسو في بلاصة غريبة، نفس الدار ولكن
مظلمة كتر، وكاينين الناس واقفين وساكتين بعيون خاوية. قرب منهم ولقاهم كيتشابهوا للبشر، ولكن ماشي أحياء. واحد فيهم دار راسو بشوية وكان هو نفس الوجه اللي شاف في المراية. قال ليه: دابا حتى انت وليتي بحالنا. الصباح الحي كامل كان هادي، ولكن الباب ديال الدار كان محلول شوية. صحاب حمزة جاو كيقلبوا عليه، ناضوا عليه، ولكن ما جا حتى جواب. غير لقاو التليفون ديالو طايح في الارض ومهرس، وفي الشاشة اخر فيديو مصور. حمزة وقف قدام المراية ووراه واحد الظل كيقرب بشوية. ومن داك النهار حمزة اختفى، ولكن الناس اللي كيدوزوا حدا الدار في الليل كيقولوا كيسمعوا الصوت ديالو كيغوت. ما تيدخلوش، راه ما كاينش الخروج، اللي كيدخل ما كيخرجش. وبعض المرات كيشوفوا في الشراجم واحد الوجه كيشبه لحمزة، ولكن عينيه ما فيهم حتى روح. من داك الساعة الدار سكون، بقات كتاخد اي واحد كيستاهن بها. ويمكن القصة الجاية تكون ديال شي واحد اخر.